حصريا على شبكة الركن الدعوي. يسرق الدم من بنك الدم، أخذوا الدم، هربوا الدم الذي يحتاج له المرضى، وأخذوه ووقفوا به في دوارهم هذا، ثم يلطخون به أنفسهم كذبا وزورا كأنهم أصيبوا. في أي عرف هذا؟ أين الإنسانية؟ إيران فارسية، وهي ضد القومية العربية، والرافضي والشيعي العربي بالنسبة للرافضي الفارسي لا قيمة له. أضرب لك مثال ودري على ذلك. محمد حسن فضل الله في لبنان ألم يحارب؟ نعم. حاربوه ليش؟ رافضي، لكن لأنه عربي، لأنه يحمل الهوية العربية. مدرسة الخالصي في العراق لم يكن لها ذلك التأثير ولا تلك القيمة. لماذا؟ لأنها عرب. الصدر هذا المسكين كذلك لأنه عربي. إذن شيعة العرب عند شيعة الفرس ليس لهم أي قيمة. ولذلك أنا أقول لإخواننا أهل البحرين جملة، وأقول للشيعة العرب في البحرين: التفتوا، لا تكونون أداة. يا أخي، كيف تقبل أن تكون أداة تحرك كما تريد الدولة الصفوية الفارسية؟ وهم يحاولون حتى الآن في العراق، لما جاء يد علاوي ووضعته أمريكا، أرغمت أمريكا أو أرغمت إيران أمريكا على أن تزيل علاوي وأن تضع نور المالكي الذي تدعمه إيران. وبالتالي أصبحت المرجعية الدينية عندهم لا بد أن تكون سيستانية فارسية، وإلا ما لك قيمة. بل نحن مع الأسف لسنا ساكتون فقط، نحن نتنازل. نعم. وأصبحنا كل يوم نتنازل عن شيء. وهذا التنازل، وأنا أوجه رسالة لحكام البحرين، هذا التنازل هو ضعف وليست قوة، ولن يزيد الرافضة إلا تمسك بمطالبها، ولن تنتهي الرافضة. يا أخي الكريم، إذا كانت المطالبة إسقاط الحكومة وتدوير الرئاسة حتى يأتي الدور أن يكون رئيس الحكومة رافضي مثلهم، حتى تصبح جمهورية بحرينية تابعة إلى إيران، كما صرحوا بهذا قديما أن البحرين عبارة عن محافظة تابعة نحن قلنا وكررنا ونؤكد: نحن لا نقول لا تعطيه حقه فليأخذه، إنما نقول لا تسكت ثم تتفاجأ أنك تركع ثم تسجد ثم تنبطح ثم يدعس على رأسك ثم يفعل بك كما فعل في العراق وكما فعل بغيرها. من الذي أزال الحريري مثلا من رئاسة المجلس الوزراء في لبنان هذه الأيام؟ ومن الذي قتل أبوه قبله؟ الأحداث المتسارعة، لا أريد أن أتحدث في أمور قد تكون جزئياتها سياسية بحتة، لكن أقول الأحداث المتسارعة تبين لنا أن التاريخ يعيد نفسه. يا أيها البحرينيون، يا ملك البحرين، أنتم بالنسبة لنا بوابة الخليج العربي إن لم تكونوا بوابة الجزيرة العربية. نعم. أنا قلت قديما فلسفتي وأقولها: الخليج العربي مثل الجسد، البحرين مثل سر البطن. نعم. والله لو خسف هذا السر أو جرح لدخل علينا الشر كله. نعم. ونحن نقول مقولة الأمير سلطان ولي العهد في السعودية وفقه الله، لما قال لملك البحرين، قال: حدود الرياض المنامة، وحدود المنامة الرياض. ونحن نقول لهم: لن يقبل أهل السنة بأي حال من الأحوال الاعتداء السافر. حصريا على شبكة الركن الدعوي.